يا أستاذ على مر يعني الأزمنة ما كانش فيه رفض يعني وبقاء هذه الفرق الصوفية أو الزوايا إلى يومنا هذا دليل على أن المجتمع غير رافض يعني لأمور التصوف والطرق الصوفية. لا، هو كاين بعض مثلا كاين بعض المدن مثلا قسنطينة يوجد سواء في الأفراح أو كما قلت الأفراح العساوة ضروري في كل نعم. في مثل المستغانم المندية، إذن عندها دور كبير في المجتمع، وكذلك الدور المؤسسات الرسمية. إذن هنا عندنا مثلا في مدينة ميلا المؤسسات الرسمية والمهرجانات قائمة بالدور، عندها دور كبير تقريبا بنسبة 60 أو 70% 80% من ضرورة التوطين. إذن مؤسسة مهرجان يعني حضور مثل هذه المهرجانات يعني راهو وجه من أوجه التوطين أكيد وتدوين طبعا في وجه من أوجه التوطين. نعم. تنظيم مهرجان رسمي محافظة وتنظيم له، إذن هذا وجه من أوجه التوطين، إذن جزء مهم جدا. إذن هذا هما العناصر الأساسية اللي ممكن نعرضها. شكرا سيدي. أعود إلى الأستاذ البشير عمارة، وفي ذات السياق كيف يمكننا أن يعني نوطن وندون لهذه الطرق الصوفية في الجزائر، وربما نعطيها يعني مساحتها التي يجب أن تكون؟ ممكن نزيد إضافة في يعني بخصوص نقطة التوطين، يعني إضافة على زميلي ناخذ نموذج ميلا. نعم تفضل. يعني واحد يطرح سؤال، هل توجد يعني مدرسة للتكوين هنا في ميلا؟ أنا صراحة يعني ما عنديش معلومة هل توجد مدرسة لتكوين مثلا فئات الشبانية الصغرى في هذا الفن العيساوي. لا غير موجودة على حد علمي. يعني لو يعني نقول أنا على المستوى الرسمي نعم. وعلى المستوى الشعبي تكون يعني قابلية وتتأسس، راح تكون عملية توطين. أكيد أول شيء. احنا مثلا هنا نشوفه في المهرجان الثقافي في الطبعة 14. نعم. بصح ماهيش قاعدة تساير فيه اون باراليل يعني بالموازاة. نعم. بالموازاة مدارس التكوين راح تخرج كل سنة على الأقل 20 30 40 شاب اللي رايحين يكونوا في المستقبل القريب يأسسوا فرق ويحافظوا وهذه نقطة أنا في اعتقادي يكونوا امتداد يحافظوا على المسيرة نتاع الفن العيساوي. نعم. أنا في اعتقادي أن هذه هي يعني اللبنة الأولى ما نقولش اللبنة الأولى باه ما نبخسش أكيد يعني مساعي تاع المهرجان لأن نعم. التوطين مادام يعني راه في ميلا راه مسعى راه في الطبعة 14. نعم. بصح لو كان يمشي مع التكوين والشيوخ نتاعنا يعني حفظهم الله شيوخنا مش رايحين يدوموا لنا. يعني لو كان أنا بالأمس يعني لاحظت مثل الأستاذ عزوز هكا إذا كان بوعبيد هكا. نعم بوعبيد. لو كان مثلا يعني كنموذج يعني نعم. من نستغلوش الشيوخ الكبار هذو يعني رايحين ندخلوا في إشكالية التوطين. نعم. هذه نقطة. يعني تواصل أجيال يعني وخاصة كي نقول أجيال ضمن العيساوية. نعم. بما ضمن العيساوية أكيد. تمتعنا يعني الفن. نحن بصدد طبعا 14. أنا نشوف في هذا أهم يعني أهم كي نقول أهم يعني لا ألغي النقاط الأخرى لكن يمشيوا بالتوازي، لأن اختلال واحدة فيهم أكيد تؤدي راح يؤثر. لو كان نعكس يعني ما راني نتكلم عليه ونقول نكون مدارس ولا مدرسة. نعم. ومثلا مدينة ميلا ما يكونش فيها مهرجان موطن هنا وكأننا ما درنا والو، ونشوفوا فرقنا وأبنائنا يعودوا يروحوا الأماكن أخرى إن لم أقل دول أخرى مثل تونس تستقطبهم. فعلا. أنا البارح سمعت في الندوة يعني في المحاضرات فكرة قال الأستاذنا يعني بوعبيد قال تونس تكتب وإحنا اللي نديروا لهم يعني إن صح القول مانيش في الاختصاص السولفاج هذاك اللي يديروا لهم يعني الموازين القصيرة. دونك الجزائر راهي عندها امتياز. نعم. لو كان ما نديروش تكوين يعودوا شبابنا هذو اللي رايحين كذا يهربوا الى يعني اماكن اخرى. نعم. ونعرفوا احنا رانا الان في واحد التغيرات جيوستراتيجيه ولينا في حروب هويه. نعم. ونسب يعني الى غير ذلك. نعم. شفناها في يعني في اشخاص معينين
لو كان تسامحيني نخرج شويه على الموضوع. تفضل أستاذ، تفضل. مثلا في دوله مجاوره اصبح الراي عن طريق شخصيه جزائريه اصبح مثلا كذا. نعم. ما جرى للراي راح يصير للعيساوي ايضا. اكيد اكيد. لو كان نشوفوا هذا تاع العيساوي يعني ممكن إذا ما نلقاو تكونش الحماية ويكون التوطين والتدوين. أكيد. أكيد يعني راح يكون هذا عرضة لكل من يعني تسول لنفسه أنه ينسب هذا التراث العريق إلى بلدان أخرى. أما بخصوص التدوين، أنا شخصيا راعيت في واحد الإشكالية. التدوين كما قال الأستاذ عندنا روايات شفوية وصلت قصائد والحمد لله يعني. بصح السؤال اللي يطرح نفسه، هل الكل قصائد وصلت؟ هذا سؤال مهم جدا. نعم. هذا سؤال مهم جدا. اثنين، يعني إذا كان ما وصلش كلها نحن نتحمل المسؤولية، لأننا لم نوثق شهادات شفوية كما قال أستاذنا. يعني ضاعت مثل ما راكم يعني تسجلوا معنا وتسجلوا مع شيوخ إلى غيره. يعني ضاعت معاه. نعم. صح. أنا من هنا انطلقت في الإشكالية. إذا كان أنا حبيت نبني قصيد للفن العيساوي جديد، ما نقولش بديل، ماذا أفعل؟ ننتقل إلى مصادر مكتوبة في كتب المناقب هذه اللي تتحدث على السير شيوخ وأقطاب الطرق الصوفية، ونعلم هذو الشعراء والله هذو المهتمين كيفية قراءتها لكي يستلهم منها مواضيع. ساعش واش يكون يقرأ على الشخصية هذيك اللي عاشت مثلا في القرن 16 و 15، وهو يقرأ في الكتاب المنقبي هذا يستلهم الأفكار وكأنه عايش معه، ويكتب يعاود إعادة إنتاج. نعم. نسميه إعادة إنتاج نصوص جديدة. نعم. وهذه النصوص الجديدة راح تحافظ لي على مسار الفن العيساوي. تكون يعني تكملة لما سبق من الطرق الصوفية. إذن أستاذ، طبعة 14 وشعارها ضرورة التدوين وحتمية التوطين، كيف يمكن يعني وبصفة موجزة كيف يمكن أستاذ يعني الركائز الأساسية اللي ممكن أنه تكون عليها طريقة التدوين والتوطين؟ يعني كيف تراها وأنت يعني من منظور أستاذ؟ أنا راح أقتبس يعني فكرة الآن لدينا في الوسط الجامعي. نعم. ونعكس إن صح القول يعني. تفضل. احنا في الوسط الجامعي الآن يعني الجامعة عندها روح الانفتاح على المجتمع، يعني على المحيط الاجتماعي والاقتصادي. نعم. أنا ما دام راني في ميدان التصوف وتخصيصا يعني الطريقة الصوفية والفن العيساوي، أقول انفتاح شيوخ الطريقة أو المشتغلين بالفن العيساوي على محيط آخر اللي هو الجامعة من جهة، واثنين على الوسط الفني أو الثقافي عموما. لأن في اعتقادي أن 3 رؤوس لهذا المثلث هم اللي يساعدوني على التوطين والتدوين. عندي الفنان لأنه موسيقي إن صح القول، وعنده حس يعني فني، عنده أذن، عنده أفكار إلى غير ذلك، ويستعمل الآلة يعني يستعملها. عندي المشايخ الذين لديهم يعني تراث كما قال زميلي مخطوط كبير وتراث شفوي. وعندي المنهجية الأكاديمية العلمية اللي على الجامعة. أكيد هذو 3 رؤوس يعني لأضلاع مثلث هم الأساس في تدوين وتوطين الفن العيساوي، دون أن أنسى يعني السلطات الوصية. لولا يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى، لولا إرادة السلطات الوصية ممثلة مثلا أبدأ من رئيس الجمهورية، وشفناه مؤخرا مثلا في ندوات السينما. كيف يعني أعطى بطاقة يعني بيضاء للمشتغلين. أكيد أنه لا يبخل على يعني وزارة الثقافة وعلى موروث آخر في هذا ما أعتقد به. يعني هذو أنا في اعتقادي هما اللي يوصلونا إلى هذه الفكرة بحول الله. أستاذ بالعريبي، هل من إضافة بالخصوص يعني بخصوص التدوين والتوطين ودور الجامعة ودور المؤسسات الوصية والوزارة، وربما يعني المؤسسات التي يعني تصب في سياق الثقافة والفنون، لها أن تعطي دفعا جديدا لفعل التدوين والتوطين؟
نعم، كذلك هناك شق أساسي ومهم جدا هو دور وسائل الإعلام. نعم. وسائل الإعلام سواء الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد عنده دور كبير، بالإضافة إلى هذه الحلقات التسجيل عنصر التسجيل. إذن وسائل الإعلام عندها دور كبير، خاصة ونحن الآن رانا في حرب الانسلاخ أو ما يعرف بالحرب على الثقافات أو الحرب ضد الهوية. إذا لما نشوفوا مثلا الفرق العيساوية اللباس تاعهم أو الألبسة هي معظمها حفاظ على الثقافة والتراث. نعم. لباس تقليدي بتشوفوا نعم. هي كلها لباس تقليدي. نعم. خاصة أنه هناك عنصر مهم جدا في لجنة التحكيم في تحكيم على الفرق، وهو اللباس. عنصر اللباس لا بد من احترام اللباس التقليدي الجزائري الأصيل. نعم. عنصر مهم جدا في لجنة التحكيم. اللباس نعم. لازم هذا يعني لازم الفرق المؤدية للفن العيساوي تكون يعني ترتدي زيا تقليديا، زي تقليدي جزائري يعني جزائري أصيل. إذن هذه من هو ترويج لتراثنا، ترويج للتاريخ، وترويج للثقافة، ترويج لباسنا التقليدي، ثقافتنا. نعم. إذن فقط هذا العنصر يعتبر مهم جدا للحفاظ على ثقافتنا، أو لأنه خاصة كما ذكرت أنه هذه الأمور كلها حرب على الهوية واللباس. خاصة الآن الكثير من شبابنا عندهم انسلاخ ثقافي أثرت عليه كذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه الأمور مثل الزوايا والتصوف نوع من الرجعية. نعم. نوع من الرجعية ونوع من عدم التفتح أو نوع من الجهل أو نوع من الانغلاق. نعم. والبقاء حبيس الماضي يعني. نعم. بالرغم من أنه الدور كان عنده دور كبير سواء في الثورة التحريرية أو المقاومات الشعبية بأمور الروحية. نعم. الزوايا والطرق الصوفية لعبت دورها كما يجب يعني على مدى أزمنة. نعم. خاصة والآن ممكن نشاهدوا هجمات على مستوى وسائل التواصل لتهاجم هذا. نعم بالفعل. في المقابل هناك هجمة، أما في المقابل ما كانش رد فعل. نعم. خاصة كما قلت أنه سواء المخطوطات أو معظمهم ما عندهمش، معظم الزوايا تقريبا ما عندهاش وسائل تواصل، ما عندهاش صفحة على الفيسبوك، ما كانش رد فعل. إذن يشهد هجوم، ولكن رد فعل غير موجود أو ربما ضعيف جدا. نعم. إذن كخلاصة لهذا النقاش أنه هذا الفن العيساوي يعتبر جزء أو حلقة مهمة من تراثنا، من تاريخ، من حلقة لا يمكن نسيانه أو لا يمكن تهميشه. إذن الفن العيساوي يشكل جزء من الهوية الجزائرية، سواء كما ذكرت أنه العديد من المدن الجزائرية مثل قسنطينة، مثل تلمسان، مثل المدية، مثل نعم كلها تشهد. إذن هناك كذلك عنصر مهم جدا بالنسبة للسماع. هناك فرق بين السماع ومؤخرا أدخل الفولكلور، أصبح الفولكلور. إذن وهذا ما يعاب على الطرق الصوفية، ما يعاب على مثلا الطرق العيساوية. نعم. لأنه معظمها أصبحت فولكلورا. نعم. لم تصبح يعني طغى الجانب الفولكلوري على الجانب الروحي. طغى الجانب الفولكلوري على الجانب الروحي. نعم. وهذا هو النقطة للأسف الشديد وهذا بسبب عدم وجود مدارس ترويجية، لأنه هناك درجات باش تلحق كما هو معروف الاحترام، اللباس، طريقة الكلام، هذا كله تتعلمهم درجات. نعم. وقبل ذلك كل تسبيق النية نعم. وليس الفولكلور أما كما هو الآن نشهده الآن. أصبحت معظم الفرق فولكلورية، ما أصبحش عندها دور روحي يعني كما كان. نعم. إذن كذلك من هذا المنبر أشكر جميع الفريق التقني، وهذه مبادرة جيدة ورائعة، تسجيل شهادة. نعم. هي في الحقيقة ليس تسجيل فقط
في هذا المهرجان، ولكن نتمناها تكون في كل المجالات، خاصة في الثورة التحريرية، لأنه احنا رانا نشوفوا نقص كبير في تاريخنا. جمع الروايات الشفوية مع المجاهدين مع قبل ضياعها. ليس فقط يعني لما لا يعني استخدام وسائل استخدام كي تبقى شاهدة للأجيال القادمة في ظل عدم وجود الوثيقة، عدم وجود أرشيف، عدم وجود، إذا لا بد من يعني الذاكرة غير موجودة. إذا لا بد من استخدام مثل هذه الآن عندنا التكنولوجيا، عندنا جميع وسائل التواصل، لا بد من هذه الأمور لازم نستثمرها في تاريخنا، تراثنا، نستخدمهم في الأمور تاريخنا الثقافي وتاريخنا، خاصة أن الجزائر قارة غنية بتراثها، سواء في الشمال في الجنوب يعني هذه دعوة أستاذ بالعريبي إلى تكثيف المساعي لتدوين وتوطين والحفاظ على موروثنا الثقافي العريق. كما قلت الجزائر بحجم قارة، ربي يحفظ بلادنا آمين. سادتي شكرا جزيلا على مداخلتكما. أشكر حضورك السيد الأستاذ بالعريبي عبد القادر، وأشكر حضورك سيدي البشير عمارة. سعدت بهذا اللقاء وبهذا الكم من المعلومات. نتمنى أن نلتقي في فرصة أخرى بحول الله، إلى الملتقى وإلى موعد آخر. تقبلوا تحياتنا، نحن فريق خلية الإعلام والاتصال بدار الثقافة مبارك الميلي. كذلك تقبلوا تحيات الفريق التقني الحاضر معنا. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله الله